ضيوف حلقة اليوم كريم أبو حسين بيقدم محمد رجب صاحب مرتضى منصور ومنتصر الرفاعي اللي مسمينه الحراق، وأيضا المطبلات الجديد ماجد غراب. كمل الفيديو للآخر وما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة علشان نبدأ نطور المحتوى بتاعنا ونقدمه لك بشكل أفضل. مشاهدة ممتعة. ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي متابعين برنامج زملكاوي، وحان وقت الفقرة الأكثر مشاهدة في الوطن العربي، فقرة الصحافة والنقاد الرياضيين. ونبدأ فيها مع أستاذنا وكبرنا كلنا، شيخ الصحفيين كبرنا ومعلمنا الأستاذ محمد رجب. أهلا بيك يا أستاذ محمد. أهلا بيك يا أستاذ كريم، عامل إيه وأخبارك إيه؟ ومتشكر جدا على المقدمة دي. وزي ما أنت عارف يا كريم، أنت هنا، أنت يا كريم هنا، أنت من أقرب الناس لقلبي. وحابب أشكر سيادة المستشار مرتضى منصور. إذا عاد مرتضى منصور عاد الاستقرار لنادي الزمالك. مجرد قعدة مرتضى منصور بس على الترابيزة بتجيب 70-80 ألف عضو داخل نادي الزمالك كل يوم، علشان بيحسوا بالاستقرار. وجود مرتضى منصور داخل الزمالك يا كريم جاب 80 مليون جنيه للزمالك من الاشتراكات بس. فأنا من هنا حابب أشكر المستشار مرتضى منصور على كل الإنجازات اللي بيعملها في نادي الزمالك. بص يا كريم، مشكلة مرسى مطروح، الناس كلموا مرتضى منصور قالوا له مفيش فلوس للأتوبيسات. بتليفون واحد يا كريم، بتليفون واحد يا كريم اتحلت المشكلة. فأنا حابب أشكر سيادة المستشار مرتضى منصور، أفضل وأعظم رئيس نادي في تاريخ الأندية المصرية. وأيضا معنا الحراق اللي دايما عامل مشاكل في المعسكر الثاني، الصحفي الكبير والزميل منتصر الرفاعي. أهلا بيك يا أستاذ منتصر. شكرا ليك يا أستاذ كريم، وده أول تواجد ليا في قناة نادي الزمالك الكبيرة بعد العيد، فمن خلالك حابب أقول لسيادة المستشار كل سنة وأنت طيب، وكل سنة وأنتم طيبين لكل جماهير نادي الزمالك. طبعا يا كريم، طالما في استقرار إداري أكيد هيكون في استقرار مالي وفني، وده اللي كنا دايما بنتكلم فيه. يعني شفنا في المرحلة الأخيرة بداية الأفراح والليالي الملاح داخل نادي الزمالك، بدأت بعودة المستشار إلى كرسيه، وبالتالي عودة الاستقرار إلى نادي الزمالك. نادي الزمالك يا كريم قبل مرتضى منصور كان متقسم لعزب وشلل، هم اللي بيديروا النادي. 5 ترابيزات هم اللي كان بيديروا نادي الزمالك. ولكن مع عودة مرتضى منصور كل المخلفات دي رجعت لمكانها الطبيعي وبدأت الإنجازات. حدث ولا حرج يا كريم، مرتضى منصور واخد نص بطولات نادي الزمالك على ايده. 8 دوري من ال 14 كان في عهد مرتضى منصور، سواء كان عضو مجلس إدارة أو نائب رئيس أو رئيس للنادي. وأيضا المتألق واللبق، المتألق دائما، المنضم حديثا لكتيبة قناة الزمالك، الأستاذ اللبق ماجد غراب. ازيك يا أستاذ ماجد، عامل إيه؟ أهلا بيك يا أستاذ كريم، ومن خلالك حابب أوجه شكر لسيادة المستشار مرتضى منصور الفتى الذهبي. كريم، عارف إيه أفضل صفقة الزمالك عملها السنة دي؟ هي مرتضى منصور. لأن مرتضى منصور رجع الاستقرار اللي كان محروم منه نادي الزمالك. شفنا الفترة الأخيرة مشاكل وتحديات كبيرة جدا بتواجه نادي الزمالك، ولكن إن وجد مرتضى منصور خلاص كل المشاكل بتزول. ليه؟ لأن لما يكون عندك حد بقيمة مرتضى منصور يا كريم لازم نقف انتباه ونشوف الراجل ده عمل ايه للبلد وعمل ايه لنادي الزمالك. انت هنا يا كريم بتتكلم عن شخصية وطنية، بطل قومي. اذا ذكرت احمد عرابي ومحمد علي والملك فاروق، لازم يا كريم نذكر ايضا سيادة المستشار مرتضى منصور. فانا حابب اوجه له الشكر من خلالك واشكره جدا واقول له متشكر جدا يا سيادة المستشار علشان كل اللي انت بتعمله لنادي الزمالك.